معاكي ايه ام جمانه؟ معايا جزرية مبشورة وطماطمايه مقطعة شرايح، فلفل جوليان، بصل جوليان. تمام. 3 فصوص من الثوم. بسم الله. فصوص من الثوم كده افرمهم، نزلها عليهم. خلاص كده اهو. انزل عليها بايه؟ انزل عليها ببطاطس مقطعها بالسمك كده، ولا كبيره قوي ولا ضعيفه قوي. تمام. انزل عليها بايه؟ معلقه من الزيت، مش هكتر الزيت، معلقه واحده. مش هكتر توابل لان هنزل تتبيله فيها توابل. ربع معلقه من الكمون، انا بس هتبل الخضره. ربع معلقه من الملح، دي ما جابتش ملح، ما شالتش ملح. تمام. احط كمان فلفل اسود، ربع معلقه برضو من الفلفل الاسود. تمام. يعني لو جيتوا تبصوا التوابل معايا مش باينه، بصوا حاجه بسيطه خالص لا تذكر. وبايدنا بقى كده الحلوه او بجلافز بقى زي ما تحبوا بتاع كل ده كده مع بعض. عايزه اقلب كل ده مع بعض واعمله فرشه تحت ايه؟ تحت الفراخ. تمام. ادعكه ونرجع سوا. بعد ما دعكته كله كده، دخلت كل المكونات كده في بعضيها، الخضره كلها في بعضيها. انا دايما ببقى مجهزه معايا التتبيله دي ايه يا جماعه؟ بصلايه بتومه، فصين من الثوم مع بصلايه مع طماطمايه مع فلفل مع توابل الفراخ. تمام. مع فص مستكه وفص حبهان ومعلقه صغيره من الكركم كاري. بدعك كل ده مع بعض. تمام. بدعك كل ده ايه مع بعض. الفراخ انا مفتحاها كده بس بالسكينه، بصوا مفتحاها كده بالسكينه من هنا ومن هنا. وبعد ما اتاكدت ان انا دعكتها كويس ودخلت التتبيله فيها، اجيبها بقى كده وارصها على ايه؟ على الخضار. بما اني بقى مستعجله ومفيش وقت وعايزه اكله سريعه وفي نفس الوقت ما توقفنيش في المطبخ في الحر والبهدله دي، لان جايه من بره بصراحه لسه مش قادره اقف في المطبخ. بجيب طلبات وجايه الحر اللي الدنيا. الناس بقى اللي بتشتغل برضه وبتبقى جايه راجعه من الشغل في وقت زي ده، الله يعينها يا رب. الحر صعب قوي. وباقي البيع حلو قوي، ده مشرف ما شاء الله. خلاص كده. طيب تعملي ايه كمان يا ام جمانه؟ انا اقول لك اعمل. السمنه كده ونولع البوتاجاز. بسم الله. اوريكم بس الحراره الاول هتبقى عامله ازاي. هدي شوفوا دي الحراره اللي انا عايزاها. احط الصينيه واغطيها، يكون حجم الصينيه عشان ايه كده. تمام. واسيبها بقى مع نفسها. وكده خلاص صينيه الفراخ بالخضار خلصت معايا. شوفوا بقى المنظر، شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اول ما استوت سوا كامل على البوتاجاز، خدتها حطيتها تحت الشوايه لمده 3-4 دقايق. حمرت الوش بتاع الفراخ وطلعت معايا بالمنظر ده. خفيفه سهله متاخدش وقت معايا، منتهى السهوله والبساطه. اخلص في دقايق، مش هقف افرغ نفسي في قلب المطبخ كل شويه والجو مش مستحمل واحنا متحملين. ايه رايكم؟ تستاهل بقى كام لايك؟ قولوا لنا بألف هنا، حطوا اللايك حلو من
كده خلاص خلصت معاكم الاكله الخفه بتاعتنا او الاكله اللي انا عملتها. في اخف من كده طريقه، في اسهل من كده اكل. ما وقفتوش في المطبخ كتير، ما تعبناش، تعتبر زيها زي المشويه ونفس الطعم، وخفيفه ومن غير زيوت ومن غير صلصه ومن غير تعب. اكله خفه كده على معدتنا وسهله، وخفه كمان على ايدينا وعلى تعبنا وعلى رجلينا. خلاص تعبنا الوقفه في المطبخ يا جماعه، في ايه؟ ايه رايكم؟ اتفضلوا معانا شوفوا الجمال. تشكيله الخضار مخليه شكل الفراخ تحفه، العين بتاكل قبل البق. اللهم بارك. شكل الاكل بس كده لوحده كفايه، كانك عصر عليها برتقانه من كتر جمال. المنظر بيتكلم عن نفسه يا جماعه، والله المنظر بيتكلم عن نفسه. اللهم بارك. شوفوا الحلويات، حلويات. تعالوا بقى اوريك السوا بتاعها. السوا بتاعها بقى ايه حكايه. شوفوا شوفوا بس الرز عامل ازاي. الرز مفلفل اللهم بارك، بالسمنه والمستكه، ما شاء الله حاجه تحفه. الناس اللي بتتابعني عارفه ان انا بحب الرز الابيض جنب الاكلات الخفيفه، خصوصا في الحر. انا بحب الرز الابيض جدا جنب السمك او جنب الاكلات، برتاح فيه كتير. تمام. تعالوا بقى اوريك سوا الفراخ. الرز طعمه خطير. بسم الله. شوفوا البطاطس، شوفوا السوا بتاع البطاطس كسر على طول ازاي، مستويه بس ماسكه حيلها، مش مهريه، في فرق. بسم الله. هي وعدي. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده بجد، ايه الحلاوه والحلاوه والحلاوه شطشطه خفيف، تتبيلتها جميله، خفيفه جدا، طعمها فوق الفظيعه، فوق الفظيعه. تعالوا اوريكم بقى سوا الفراخ. تعالوا كده اوريكم سوا الفراخ. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا من الناس اللي بحب امسك الفراخ بايدي يا جماعه. خلوا بصوت احمدي. شوف بس الفراخ من جوه قلبها عامل ازاي، تحفه. بسم الله. واقفين جنبي هيتبلوا على الريحه، الريحه والطعم ايه حكايه، مش هحرمك منها. بسم الله. ايه رايك؟ تحفه. بيقول لي كده يا ماما ملهاش حل. شوفوا مستويه جدا، طعمها خطير وتحفه. يلا اشوفكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو منكم، يسعد لقلبي. ربنا يسعد لكم جميعا. اشوفكم في رعايه الله. مع السلامه.